مرحبا بكم في الذكاء الاصطناعي بالدارجة. اليوم غادي نهضروا على تاريخ الذكاء الاصطناعي بالدارجة وبطريقة بسيطة كيف ما ديما. واش كنتي كتعرف بلي الذكاء الاصطناعي ماشي جديد، راه بدا من شحال هادي، ولكن اليوم ولينا كنشوفوا بحال داكشي اللي كنا كنشوفوا في الافلام شحال هذا. شكون اللي بدا هذه الفكرة هادي وكيفاش وصلنا حتى لهذا النهار هذا؟ اكتشفوا القصة ديال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بدا رسميا في سنة 1956 في واحد المؤتمر سماوه دارتموث ورك شوب اللي تجمعوا فيه بزاف ديال العلماء. وفي ديك الساعه العلماء هادو كانوا باغيين يصنعوا واحد الآلة تقدر تفكر بحال الانسان، تحل المسائل وتفهم اللغه بحال بنات. ولكن في الحقيقه ماشي بداو بهادشي اللي كنشوفوا هاد الساعه، بداو غير بالحوايج البسيطه بحال انه يصنعوا شي آلة كتلعب الشطرنج. مثلا في 1960 طوروا واحد البرنامج كيقدر يلعب الشطرنج مع البشر. ديك الساعه الفكره كانت كبيره ولكن التكنولوجيا كانت محدوده، ومن بعد سنوات ديال التطوير بدا الذكاء الصناعي كيتحسن بفضل بزاف ديال العوامل. من هاد العوامل هي قوة الحواسيب، هي قوة الأجهزة الإلكترونية اللي وين كنستعملوا. الأجهزة ولات أسرع وأقوى. البيانات الكبيرة أي البيج داتا، فاش كنعنيو بهذا الشيء هو توفر واحد العدد هائل من المعلومات في بزاف ديال المجالات اللي ممكن هذا الذكاء الاصطناعي يتعلم من هذه البيانات هذه. يعني عندنا اش نعطيو لهذا الذكاء الاصطناعي باش يقدر يتعلم الحوايج اللي بغينا. واخيرا وليس اخيرا الخوارزميات المتطوره بحال الماشين ليرنين اللي كنسمعوا بها بزاف وغادي نشوفوها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، اللي كيخلي الاله تتعلم باش تحسن من الاداء ديالها مع الوقت. واحد المثال على هذه القفزات النوعيه اللي عرفها الذكاء الاصطناعي هو انه في 1997 الحاسوب ديال اي بي ام اللي سماوه ديب بلو ربح البطل العالمي ديك الساعه ديال الشطرنج غاري كاسبارو. وهذه كانت واحد اللحظه تاريخيه في التاريخ ديال الذكاء الاصطناعي، وبذلك بدينا كنشوفوا الذكاء الاصطناعي بزاف في حياتنا اليوميه، واخا الناس ما كانتش كتلاحظ انه راه كانت كتستعمل التكنولوجيا ديال الذكاء الاصطناعي. ومن السنوات ديال الالفينات بدينا كنشوفوا الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ديالنا اليوميه بحال في جوجل اللي ولا كيستخدم خوارزميات دقيقه باش يعطيك نتائج صحيحه ومضبوطه. وفي سنه 2008 ظهور اول مساعد صوتي بحال سيري اللي كنعرفو كاملين اللي كيتفاهم معاك بالصوت. ومن 2010 للفوق بدينا كنشوفوا السيارات الذاتيه القياده اللي كيطوروها بحال تسلا، والذكاء الاصطناعي في نتفليكس اللي كيعطيك الاقتراحات ديال الافلام. واليوم الذكاء الاصطناعي وصل لواحد المرحله جديده ومهمه بزاف، بحيث انه ولات عندنا روبوتات كتجاوب معاك بحال الانسان، بحال كيف كنعرفوا جميع صوت جي بي تي اللي معروف وغني عن التعريف، وبرامج كترسم وكتكتب وكتحل مشاكل بسرعه. ولكن باش تعرف انه هادشي اللي شفنا وكنشوفوا جميع راه غير البدايه. الذكاء الاصطناعي دابا ولا جزء من حياتنا اليوميه، ولكن الرحله ديالو مازال طويله. هذاك الشيء علاش الا بغيتي تكون انت جزء من هذه الرحله وجزء من هذا المستقبل، دير لايك ودير سبسكرايب لهذه القناه وبارطاجي معنا هذا الفيديو هذا الناس اللي مهتمين بهذا المجال. وحتى نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم وتهلاو في راسكم.